طبعًا لمّا جيت أنا أتعلّم البورصة العالمية والفوركس بتاع يعني بشكل كبير جدًا. يمكن البورصة العالمية عاوز أعرف بقى إيه العملات اللي داخلة في البورصة، طب إيه أقوى العملات، طب إيه أهم التحليل، تحليل أساسي والتحليل الفني. كنت قاعد ساعتها في السعودية عامةً يعني. قبليها طبعًا قُلت طب أمّا أنزل أجي أشوف في مصر فين الكتب بتاعة البورصة العالمية والفوركس. للأسف ما لقيتش، يعني حتى دوّرت في كتب لقيت لك في كتب بعض الكتب العالمية. خدت قرار من ساعتها قُلت بس يبقى أنا الخطوة لو أنا اتعمقت في المجال ده أحاول أعمل كتاب. يمكن النهارده جايب لكم كتاب يمكن أول مرة اسمه الفوركس مع هاني بشير. الكتاب ده أنا هنبدأ نتكلم عليه بشكل مختصر جدًا. إيه الكتاب دوّة وهنبدأ نشوف الكتاب دوّة إيه محتوياته. أمّا جيت عملت الكتاب ده كان هدفه إيه؟ يمكن أنا كاتب حتة مهمة جدًا في الكتاب، قُلت الكتاب ده مجرد وسيلة. يمكن أنا لفيت في مصر في مكاتب، حتى رُحت بعض المعارض اللي في إسكندرية عشان ألاقي كتاب عن الفوركس ما لقيتش، حتى عن البورصة العالمية ما لقيتش، حتى كان يعمل سيرش ما لقيتش. فأنا فعلًا قررت إني أعمل كتاب، وعملت كتاب وبدأ حتى يمكن كان في معرض إسكندرية اللي قبل اللي فات بدأ ينزل يعني. إيه محتويات الكتاب ده؟ يمكن أول كلمة كتبتها إيه؟ ناس كتير جدًا تقول لك أنا لو اشتريت كتاب ممكن أتعلم في البورصة، لأ، الكتاب ده مجرد وسيلة فقط. إن البورصة هو تعليم عملي. زي ما حضراتكم شُفنا النهارده وقُلنا أهو، لمّا جينا اتكلمنا عن اليورو قُلنا اليورو وصل دولار، وصل دولار ليه؟ بالأرقام. يمكن ناس تتكلم لأ اليورو وصل لأ إحنا بنتكلم بالأرقام. طب نيجي بقى نتكلم عن الكتاب بتاعنا النهارده. الكتاب بتاعنا يمكن زي ما قُلنا يمكن هدفه الأساسي هو نبدأ نعرف أساسيات بقى البورصة إيه بقى، نشأتها. يمكن أول فصل يمكن بدأنا نتكلم عليه نشأة الفوركس مثلًا. نشأ سنة كام؟ مثل جاب الكلمة بتاعته منين عامةً يعني. بدأنا نتكلم بقى على العملات. يمكن الفصل التاني بدأنا نتكلم مثلًا أقوى العملات إيه اللي داخلة، اليورو والّا الدولار. في ناس تقول لك هو في السعودي داخل أو الإماراتي أو الكويتي، ما فيش عملات عربية داخلة في البورصة العالمية. تاني ما فيش عملات عربية. طيب نيجي الفصل اللي وراه. إزاي بقى تشرح لمنصة التداول، يعني إيه منصة التداول بتاعته، إزاي تشتغل. أنا شارحه طبعًا بشكل مختصر، الكتاب مش هيديك كل حاجة. بدأنا نتكلم عن إدارة المخاطر. إيه إدارة المخاطر بقى؟ القاعدة بتاعتنا لو أنا ما عنديش إدارة مخاطر في البورصة ما ينفعش إني أشتغل. يمكن ده فصل كامل. الفصل اللي وراه بدأنا نتكلم تحليل السوق. إزاي بتحلل السوق بتاعك؟ واحد يقول لك هو إيه أنواع التحليل؟ يعني إيه أنواع التحليل؟ أنا لمّا آجي حللت هنا حللت إيه؟ بالأرقام. في تحليل تحليل أساسي بالأخبار وتحليل فني. أنا باحاول التحليل الفني بتاعي طبعًا الأساسي ده مهم جدًا. تحلل بالأخبار، تشوف الأخبار إيه، زي ما إحنا اتكلمنا قبل كده وبدأنا نجيبوا الأخبار والفيدرالي اللي بيطلع إمتى. ما ينفعش حد بيشتغل في البورصة ما يعرفش تحليل أساسي، تبقى كارثة. بدأنا نتكلم عن التحليل الفني. أنا بقى باتكلم التحليل الفني بتاعي هنا عن الأرقام. يمكن اللي متابعني الفترة اللي فاتت وإن شاء الله الفترة القادمة أنا كل تحليلي أرقام. لمّا جيت قُلت اليورو نزل ليه؟ قُلت نزل عشان خاطر نزل تحت الرقم 1$ مثلًا 3 سنت وكذا. دي بدأنا نتكلم عليها. بدأنا نتكلم مثلًا هل أنت لمّا تيجي تشتغل في البورصة لازم يكون عندك خطة. لو ما عندكش خطة في البورصة مش هتشتغل. فأنا عامل من ضمن الخطة إن أنا بدأت أشتغل عليها. طبعًا عامل فصل كامل تحليل الدهب. أنا باهتم بالدهب بشكل كبير جدًا، لأن الدهب كل الناس شغالة فيه. ما فيش حد في العالم ما بيشتغلش في الدهب. تجار وحتى أي فرد، في حد فينا مثلًا في عيلته ما جابش دهب؟ استحالة يعني. في آخر فصل يمكن عامله قواعد النجاح في البورصة. في قواعد نجاح، أكيد طبعًا في قواعد نجاح. فأنا عامل كتاب بشكل يعني مش فيه كل حاجة طبعًا زي ما إحنا اتفقنا. الكتاب ده مجرد الخطوة الأولى. يعني أول خطوة اللي أنت تبدأ تخش فيها في البورصة هو أنا من شايف الكتاب ده هيبدأ يسهل بشكل كبير جدًا. ولكن هل ينفع اللي أنا أجيب الكتاب دوّة وأبدأ أقراه كويس وأبدأ أفهمه، أخش أشتغل عملي؟ لأ، لازم يبقى عندك في كورس تدريبي تشتغل عليه عملي عشان تبدأ تطبّق، إن التدريب في البورصة عملي وليس نظري. ده بالنسبة للكتاب بتاعنا الفوركس مع هاني بشير.